ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة انا هعمل كنافة الحلواني بالكاسترد بنكهة المانجا. شايفة اللون ولا اروع؟ من غير ما تضيفي اي لون، هي واخدة اللون الجميل لوحديها. احلى كنافة تعمليها بايدك في البيت، لو عندك ضيوف هتنبهر بيها. اهل بيتك هيطلبوها منك على طول. شايفة الجمال ولا اروع؟ احلى كنافة هتعمليها في البيت. هحضر الشربات اللي هضيفه على الكنافة. كوباية ونص سكر، هضيف عليهم كوباية ونص مية، هضيف معلقة كبيرة عسل جلوكوز. لو ما عندكيش عسل جلوكوز ضيفي كوبايتين سكر وكوباية ونص مية، علشان شربات الكنافة بيبقى تقيل. هرفعهم على البوتاجاز. هحضر الكاسترد. انا هستخدم لبن جوز الهند. انتي اي نوع حليب تقدري تستخدميه، علشان انا هعملها نباتية. 3 كوبايات لبن، ده نوع الكاسترد اللي انا هستخدمه بنكهة المانجا. الكاسترد نباتي. 3 معالق كاسترد، 3 معالق كبيرة، 3 معالق كبيرة سكر. هخلط كل المكونات مع بعض وارفعهم على البوتاجاز لحد ما ياخدوا السمك التقيل. في الوقت ده الشربات بيجهز. هضيف على الشربات معلقة عصير ليمون ورشة فانيليا. كده الكاستر اخد السمك اللي انا عاوزاه. ده نوع الزبدة النباتي اللي انا استخدمتها. هستخدم 2 ستيك. انت اي نوع زبدة او اي نوع سمنة او اي مادة دهنية انت بتحبي تستخدميها. ال2 ستيك كوباية. لو هتستخدمي سمنة كوباية سمنة. ده نوع الكنافة اللي انا استخدمته. الكنافة فريزن. هقطعها بالسكينة بتبقى سهلة. لو حابة تقطعيها بايدك بتبقى سهلة جدا. كيس الكنافة 450 جرام. هضيف على الكنافة معلقتين سكر بودر. هخلط السكر مع الكنافة. هضيف السمنة او الزبدة. الفرن سخن على درجة حرارة 180 امريكا 350. الصينية اللي تدخل الفرن انا دهناها. هنزل بنص كمية الكنافة. هعمل صور للصينية علشان الحشو لما يطلع للحوافي ما يتحرقش. هجيب صينية اصغر من الصينية اللي هستخدمها وهضغط على الكنافة. هنزل بالكاسترد. شايفة لون الكاسترد جميل جدا والسمك جميل جدا. مش هخلي الكاسترد يطلع للحوافي علشان ما يتحرقش. هنزل بباقي كمية الكنافة. هضغط بايدي علشان الحشو ما يطلعش لبره.
لو ما عندكيش كاسترد تقدري تستخدمي نشا بديل الكاسترد. هضغط على ايدي، هضغط بايدي، شايفة؟ هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 350 أمريكا. هي طلعت من الفرن، تاخد الوقت بتاعها علشان تطلع باللون الجميل. هسقيها بالشربات، الشربات بيبقى بارد، الكنافة سخنة. هقلب الكنافة. شايفة الجمال والأروع؟ أحلى كنافة هتعمليها. شايفة اللون خطير من غير ما تضيفي أي لون للكنافة. هي مش محتاجة لون، هي جميلة جدا. هزين بجوز الهند، لو مش حابة استغنى عنها، هي حلوة لوحدها. هقطع علشان تشوفي جمال الكنافة. شايفة؟ جميلة جدا والطعم خطير. احلى كنافة هتعمليها بايدك في البيت، ما بتاخدش وقت ومش متعبة وجميلة جدا. شايفة الجمال؟ وان عجبك الفيديو لايك وشير، اكتبي لي كومنت. اللي ما عملش فولو اعملي فولو علشان يوصلك شعار باي فيديو جديد ينزل. تابعيني على قناة اليوتيوب مطبخ مرمر، اعملي لي سبسكرايب علشان يوصلك شعار باي فيديو جديد ينزل. شايفة الجمال؟ ولا أروع. اشوفكم في فيديو جديد.